أحبتي المشاهدين أعزائي، أهلا وألف مرحبا بكم على قناتنا كالعادة. أرحب كذلك بمشتركين الجدد. حللتم أهلا ونزلتم سهلا في قناتي المتواضعة، أهلا وألف مرحبا بكم. على غير العادة، احتفالات في الصباح الباكر من المناصرين الجزائريين عبر مختلف ولايات الوطن، ومنهم من لم ينم بل خرج مباشرة للاحتفالات، حيث وثقت عدسات الكاميرا لايفات مباشرة فيما يخص مباراة الجزائر والأردن بهتافات أشعلت الملعب 1 2 3 فيفا الجيري. المنتخب الوطني فاز هذه المرة بجدارة، لأن المباراة حقا كانت صعبة جدا، مدافعون أقوياء وكذلك لاعبون أقوياء حاضرون على أرضية الملعب. الشوط الأول قطع الأنفاس في قلوب العديد من الجزائريين الذين كانوا يتابعون المباراة مباشرة، حيث كان خيبة أمل، ولكن كان الأمل موجود. خوف سكن القلوب، دموع نزلت قبل أن تنتهي المباراة، لكن كان باقي المناصرين يشجعون ويهتفون للمنتخب الوطني وينتظرون أن يدخل الهدف وتخترق الكرة الجزائرية من أرجل ذهبية بمهارات عالية شباك المنتخب الأردني. وكان الأمر كذلك في الشوط الثاني. حقا تم تسجيل الهدف الأول، دموع زغاريت هتافات في الملعب ليتحد لاعبو المنتخب الوطني وتزيد قوتهم بعد لحظة أقوى، عازمين أن يسجل الهدف الثاني في شباك الأردنيين. تعليق حفيظ دراجي زاد المباراة حماسا، كل كلامه جميل، عبارات تحفيزية وكلمات مؤثرة جدا للمنتخب الوطني. حفيظ دراجي كان يساند أفراد المنتخب الوطني، وفي نفس الوقت يبعث بكلمات تفاؤل وأمل للمناصرين الذين يرون المباراة أو الحاضرين هناك، ليساندوا أفراد المنتخب ويكونوا معهم يدا واحدة في مثل هذه المباراة. وحقا بعدها لم تذهب الدموع سدى، وحقق النجاح وتم تسديد الهدف الثاني بجدارة، هدف أوقف الجميع من كراسيهم هاتفين الله 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 تحيا الجزائر. هناك نزلت دموع العديدين، وفاز المنتخب الجزائري على المنتخب الأردني بهدفين لهدف. كانت الفرحة كبيرة، ونزل العديد للشوارع في وقت متأخر جدا من الليل محتفلين، ولم يضيعوا أي لحظة للهتافات ب1 2 3 فيفا الجيري. ألف مبروك للمنتخب الوطني، وكذلك ألف مبروك للجزائر، وعقبال المباراة القادمة التي ستكون قوية. حضروا أنفسكم، مباراة ضد المنتخب النمسي، يا ترى فماذا ستكون النتيجة؟ نحن نتأمل الخير، وإن شاء الله جزائر ناجحة ناجحة ناجحة، ونتمنى أن تفوز الجزائر بهذه الكأس وتعم الفرحة شوارع الجزائريين الذين ينتظرون ذلك بفارغ الصبر. بالأخير أحبتي، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس المشاهدة والإعجاب بالفيديو، خاصة ليصلكم جديدنا. صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى، إلى اللقاء.